السلام عليكم حبايب قلبي، وحشتوني كتير كتير جدا. النهارده بقى عامله لكم الفيديو ده عشان ما تقعوش في اللي انا وقعت فيه وانا بعمل ستاره. ازاي تختاري الشريط اللي هو هتثبتيه في الستاره؟ طبعا انت عارفين الشريط ده طالع موضه. وازاي هتفرغي الحلقات ده اهي في الستاره بثلاث طرق مختلفه. تختاري الطريقه اللي انت عايزاها، لان في شرايط في السوق مش كويسة. يعني أنا اشتريتها ورحت اشتريت غيرها، فيعني عشان ما تلفوش اللفة بتاعتي دي وتقعوا في اللي أنا وقعت فيه. بس عايزاه منكم حاجة: شير ولايك واشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم وتشيروا لأصحابكم وحبايبكم. وهنا انا هقولك تشتري الشريط ازاي الصح. الشريط الصح ازاي؟ شوفوا الشريط ده الصح اللي هو المتر الواحد فيه 8 حلقات، من دي 8 حلقات. لكن الشريط ده غلط، انا جبته ورجعته خلاص. ليه؟ لان المتر الواحد فيه 6 حلقات بس، 6 حلقات وده 8. يعني هنا في الكشكشة اكتر، الحلقات هنا اكتر. شوفوا الفرق ازاي، الحلقة دي مع دي ازاي، شوفوا دي فين ودي فين. فده الشريط اللي تجيبوه. وبعدين بقى اصعب حاجة اللي هي الفتحات دي. الفتحات دي نعملها ازاي؟ طبعا القماش ده بينسل. هنعمل ايه؟ هنجيب المقص كده ونفتح داير ما يدور كده. هفتحها دلوقتي وارجع تاني. نمسك كده المقص ونقوم نقص كده اهي. طبعا هي بتاخد وقت شوية، بس ايه بتبقى سهلة يعني مش صعب. اهي نعمل كده. عندك حلين بقى، هنعمل ايه كده اهي زي ما انتم شايفين كده اهي. الدوران كده معلش انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، بس لازم تشوفوا الحته دي عشان تعرفوا ان احنا نعملها ازاي. هي في 3 حلول، 3 حلول. اللي عايز يعمله اختاروا الحل السهل واعملوه. هنجيب الحلقه التانية اللي هي دي وهندخلها من هنا. طبعا شايفين كده في تنسيق، لو انا هعمل كده هتدخل كده والتنسيق مش هي يعني هيقف، مش هيستمر انه يعني ينسل. دي حل اهي، نتك عليها كده اهي. ايدي ضعيفة اعملها تاني، مش عارفة هي ليه كده. هندخل دي كده الاول عشان القماش تخين كده اهي، ونعمل التانية اهي. ياه جامدة، هتدخل ان شاء الله هي بس عشان القماش تخين اهي. لا دي عايزة تتقص شوية اهي اهي كده. بصوا كده، يا اما نجيب شمعة يبقى دي حل، هنفكها تاني. هنجيب شمعة ونحرق الحتة دي، هوريها لكم ازاي. يا اما المكوة بتاعت اللحام. يعني هما 3 حلول، اللي تعجبكم تعملوها. هوريكم الطريقة التانية. جبت الشمعة هنا وولعتها كده اهي، وهقوم جاية هنا بس خفيف كده وهاخد بالي عشان الحاجة ما تتحرقش. بصوا اهي، شوف ازاي النار بتاكل القماش كده. شوفوا بالراحة كده خالص عملت طفت. اشغلها تاني، اولعها تاني. انا عاملاها بسرعة كده عشان ايه ما تولعش الدنيا اهي. شوفوا كده
شو ازاي يبقى كده انا سرفلتها، مش هتنسل اهي. اهي كده اتعملت اهي خلاص. شو عامل ازاي؟ واقوم جايبه بقى الحلقه دي واقوم حطاها كده. هي في هنا ناحيتين اللي هي التخان اللي فيهم، نحط دي كده اهي كده، والتانية عكسها اهي. مش عارفة ليه جامدة اهي. هي عايزة تدخل الأول الناحية التانية الأول كده اهي كده اهي. في حل تاني بقى غير الشمع، اللي عنده مكوة اللحام دي، مكوة اللحام دي يعملها. هنسخنها برضو وهوريها لكم ازاي. انا سخنت المكوة كده، سخنتها كويس، وبعدين هاجي بقى عليه الطرف ده كده، بصوا اهي احرق اللي هي الطرف زي الشمعة بالظبط. بصوا بس دي الميزة بقى فيها ايه، انها مش هتعمل حريقة زي الشمعة اهي. هتاخد وقت شوية اهي. شايفين؟ كده مش هتنسل. وممكن افك الحلقة واركبها تاني، ما يحصلش تنسيل للقماش. بصوا اهي انا بحرق الطرف، بس المكوة ايه على الهادي كده، مش زي الشمعة. الشمعة صعبة شوية، يعني ممكن تعمل حريقة اهي. اللي الطريقة اللي تعجبك اللي هي متاحة ليكي استعمليها. نسيت اقول لكم، لما تجيبوا القماش من الاول خالص تشوفوا له وبرة، في وبرة ولا لا، وتشوفوا الوبرة تبقى نازلة يعني ناعمة، ما تبقاش ضد ايدكم، علشان اما تيجوا تركبوا الستارة ما تبقاش قايمة وواقفة، يبقى فيها اللون بتاعها مش مظبوط، يبقى ايه فاتح في غامق كده. يعني خلوا بالكم من النقطة دي. بصوا اهي كده، لو انا عملت اي حاجة القماشة مش هتنسل، مش هتطلع خيط خالص اهي. هي بتاخد وقت شوية علشان المكوة اللي عندي ضعيفة، مش قوية اهي. شو بقى الطريقة اللي تعجبكم استعملوها. كده خلصت، وامسك الحلقة بقى افتحها اقفل. طبعا هنا اهي كده، وبقت لو سامعين بقت عاملة زي الحديد كده. عملت الحلقة اهي خلاص. هنركب بقى، هنجيب اللي هي الحتة اللي هي التخينة دي اللي هي البارزة شوية دي، ودي هنحطها اول حاجة، نحطها كده. بصوا اهي حطيناها كده اهي، ونضغط على التانية نلاقيها دخلت على طول ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده، يبقى منتهى السهولة، وفي نفس الوقت يبقى مش هتنسل خالص.
هعمل لك واحدة تانية. هنيجي كده، المفروض ان احنا نعمل هنا، لا هنعملها من الناحية التانية كده علشان تبان اللي هي، عشان كل دي تروح، يعني دي كلها تبقى كده اهي. بنعملها كده اهو، زي ما يكون بنرسمها كده. شوفوا اهي، شوفوا عامل ازاي قدها بالظبط. هنا زيادة شوية نعملها كده يا رب تكون واضحة اهي. احنا بنعمل كده بحيث ان هي ما تبقاش فيها اي زيادات، عشان ما نحط الحلقة تبقى ايه داخلة على طول اهي. بنقطع، احنا بنعملها كده خالص. وهنا هنركب بقى الحلقة دي. الحلقة دي فيها ايه؟ فيها هنا في جزء بارز هنا وجزء بارز هنا. هنقوم عاملينها ازاي؟ طبعا انا عملت دي خلاص، هقوم جايه احط دي الاول اهي، هقلبها كده اهي، احطها الاول كده واقوم ضغطه بسم الله الرحمن الرحيم واضغط كده اهي، كده ركبت اهي بمنتهى السهوله. بس اهم حاجه وانتي بتشتري تجربي الحلقه على الحلقه دي، يعني الاتنين يشبكوا على بعض، لان انا جبت قبل كده وطلعت مش هي ايه اللي شغاله، يعني مش هي نفس المقاس، فرحت غيرتها. بقول لك كده عشان ما تعملش معاكي زي ما انا عملت معايا. هنا بقى دي الطريقه الثالثه، يعني شوفي الطريقه اللي تعجبك استعمليها. دي انا المكوه دي انا سخنتها كويس جدا، واقوم ايه معلمه بيها كده، لا قصيت بقى ولا حاجه. بصوا اهي، طبعا هو الاسود ده ليه؟ علشان الخيط القماشه نفسها فيها اسود، ده بلاك اوت. طب تعمليها في الستاره الخفيه هتبقى سهله جدا، بس بنفس الطريقه. يعني بلاك اوت انتوا عارفين ان هو بيبقى تقيل. وهقول لكم شويه نصايح كده برضو لما تجي تشتري القماش تعمليه ازاي، هقول لكم بعد ما اخلص ان شاء الله. بس على كل ما عليك انك تتابعيني وتعملي اشتراك وشير عشان الكل يستفاد، وتعمل الستارة زي احسن من بتاعت بره. والله بتوع بره بيعملوها مش حلوة، بتبقى منسلة وعدمانة كده. بصوا هنا انا بخلص الجزء ده، هي بتاخد وقت شوية عشان المكوة نفسها ايه ضعيفة. انا مش راضية اجيب واحدة يعني جامدة عشان اقدر اتحمل، لان دي اقدر اتصرف معاها كده واشتغل بيها بالراحة، ما تبقاش ايه تحرق بسرعة اهي. يعني كل ما المكوة تبقى ضعيفة احسن، عشان ايدنا طبعا ضعيفة وانتي مش مالكة. بصوا اهي انا عملت جزء التاني اهو، تاني اخدت نص الدايرة والنص الدايرة التانية هعملها اهو برضو اهي. انا مش راضية اسرع لكم الفيديو علشان تشوفوا كل التفصيلة، هي واحدة بس اللي هعملها اهي. شفتوا بقى اهي، وبعدين اهي شوفوا عاملة ازاي، ومن ورا هنا الناحية دي اهي زي الفل. نجيب بقى الحلقة ونكبسها. جبت الحلقة اهي، الحلقة زي ما انتوا شايفين كده، في هنا حتة طالعة اهي غير دول، وهنا حتة برضو طالعة. هقوم مدخلها الحتة دي او الحتة دي في كده اهو، واضغط عليها. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهي، واحدة دخلت اهي، اهي واحدة دخلت اهي، والتانية هقوم ضغط عليها كده اهو. بسم الله الرحمن، بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بقى ازاي. طبعا في السوق بص تلاقيها منتشه وكلها بتنسل. نصيحه